السلام عليكم. ممكن نصيحة للرياضيات في تانية ثانوي عشان باقي شهر والموضوع كبر جدا ومش عارفة أراجع ازاي. هي الرياضة شكلها عاملة قلق يعني، بس ليكوا حق والله. بصي، تراجع ازاي؟ أنا لما كنت زي كده كنت ماشية امتحانات شاملة مع إني براجع جزئيات. يعني أنا بحل عادي امتحانات شاملة، واللي بغلط بتعلم منه غلطت ليه. بما إني يعني عديت على المنهج أول مرة، أنا بافترض دلوقتي إن مفيش حاجة واقعة. لو في حاجة واقعة هاجي لِك كمان شوية، بس أنا دلوقتي أنا عديت على المنهج كله وحليت عليه تمام، بس أنا عايزة أراجع. فماشية امتحانات شاملة باتعلم من أخطائي، هتتعلمي والله وهتفتكري كل حاجة، وأنتِ ماشية هتراجعي بالتوازي. طب هنراجع إزاي؟ قسّمي التطبيقية عندِك تاخد 10 أيام والباحتة تاخد 10 أيام، بمعنى إنِك في أول 10 أيام دول تراجعي الباحتة كلها، أنتِ بقى تقسّميهم شوفي بقى كام درس في اليوم أو كده، وهاقول لِك برضه تراجعي إزاي. وال10 أيام التانيين راجعي التطبيقية. لو عايزة تمشيهم الاتنين في ال20 يوم انت حرة، بس انا بقولك يعني التكنيك اللي هتمشي بيه تمام. هتقسمي مثلا عدد الدروس، هتمسكي تقري الدرس، اقري قراية كده سريعة بعينك، وبعدين تشوفي حد بيراجع على اليوتيوب في نقط سريعة كده واهم التريكات اللي بتيجي في الاسئلة، مدرسين الرياضة تمام. بعدها بقى تبدأي تحلي على الدرس بس. كده انتي ماشية امتحانات شاملة بالتوازي مع انك بتراجعي الجزئيات. وانا برضو هسيب لكم في الديسكريبشن المدرسين اللي كنت بتابعهم، سواء مثلا في البحتة كنت بحب يعني الجبر من اساتذة معينين، التطبيقية كنت بحبها من اساتذة تانية خالص، والديناميكا كنت بحبها من استاذ تالت خالص. فانا هسيب لكم اللينكات دي تحت، وهقول لكم تحت كل لينك انا كنت بستفيد ايه من المستر ده تمام. طب لو انتي بقى في حاجات متراكمة عليكي وانتي مبصيتيش فيها، اقعدي كده جدوليهم واقعدي مع نفسك 3 4 ايام، خلصيهم الاول اسمعيهم كويس جدا وحلي عليهم على الاقل. يعني مثلا كل درس 20 30 مسألة، ده على الاقل حاجة. وبعدين بقى ابدأي بقى من الاول، ماشي نظام المراجعة ده. بس اول حاجة انتي ما تدخليش المراجعة وانتي في حاجات لسه مبصيتيش فيها، لازم على الاقل تكوني سامعاها كويس وحل عليها على الاقل من 20 ل 30 مسألة. ده بالنسبة لأول سؤال. طيب تاني سؤال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتورة؟ أنا طالبة تانية ثانوي، تنصحيني بإيه غير تقوية نفسي في اللغات؟ يعني هل مثلا الأفضل أخد نحو تالتة قبل ما أدخل؟ طيب بصي، هو يعني أولى وتانية ثانوي بالله عليكم بس ركزوا في الامتحانات دلوقتي. وأنا والله مش ناسياكوا، وأنا عندي كلام كتير ليكوا قوي قوي هيخليكوا ترتاحوا في تالتة جدا. ويعني أنا هظبط لكم الدنيا متقلقوش، بس أنا عايزاكوا تركزوا في الامتحانات دلوقتي. بس هاقول لِك على حاجة، يعني أنتِ مثلًا عايزة تاخدي النحو الأول ماشي عادي في الأجازة، هتاخدي الأدب الأول تمام ماشي ما فيش مشكلة، بس نصيحة لو هتاخدي النحو الأول تخلّصيه في الأجازة، ما تبدئيش بالوحدة الأولى، ما تبدئيش بالوحدة الأولى خالص. هتبدئي بيها هتتقفلي من العربي ومن الثانوية كلها أصلًا. طب ليه؟ ده الوحدة الأولى يعني همزات وكده، لأ الهمزات رخمة، الهمزات رخمة أوي. ما يغركيش إنها اسمها النطق والإملاء، لأ، ده يعني فخ والله. وحدة الهمزات دي، وإنك ليه المروءة مكتوبة كده وليه يأس مكتوبة كده، يعني محتاجة مدرس هو اللي يسهلها لك. يعني انتوا ما تقعدوش تحفظوا مثلا ايه اللي بيجي المكسور بعده مرفوع واللي بيجي مضموم بعده لا الكلام ده خالص. يعني سيبك من الوحدة الأولى دلوقتي، خدي التانية التالتة كده ماشي مفيش مشكلة، خلصيهم في الأجازة عادي. نعرف ناس برضو خلصت الأدب في الأجازة، فبراحتك خالص وما تقلقوش. انا هعمل لكم فيديو الم لكم في الدنيا كلها، ولسه في ترم تاني يا جماعه، ما تقلقوش انتوا مش داخلين ثالثه ثانوي بكره. وما تدوش الموضوع اكبر من حجمه كده، ماشي سنه فيصل ولازم نستعد لها كويس، بس ما توتروش نفسكم من دلوقتي. اهم حاجه ركزوا في منهجكم، لان تانية ثانوي بالذات ده بيزكس ثالثه ثانوي تمام. ربنا معاكم، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.